النهارده جبت لكم اجدد حاجات لقيتها في السوبر ماركت من منتجات فرايداي. في منها اشكال كتير، انا معرفش انتوا تعرفوهم ولا لا، بس انا جبتهم عشان نجربهم سوا النهارده. المانجايه دي اللي هي ايه، مانجا زبديه. طبعا كلنا عارفين منتجات فرايداي، داخلين على الصيف بقى، فيا رب يزودوا لنا منتجات اكتر. واسعارهم طبعا ايه، عارفين 6 8 10، هنشوف كده سوا مع بعض. بصوا شكلها مانجايه مانجايه وريحتها مانجا. تعالوا نقول بسم الله. طعمها لذيذ، طعم المانجا، طعم مانجا حقيقي يعني، فيها انتعاش كده. فدي اول واحده حلوه. لقيت معايا كمان فريش ميلك خوخ، منتجات فرايداي برضو، مكتوب عليها ايه، دوق طعم الاجازه، يعني حاجه منعشه. فتعالوا نشوف هي منعشه ولا لا. اللي بالخوخ دي انا اول مره اجربها. بصوا ريحتها خوخ، ومن تحت في لبن او فانيليا يعني، ومن فوق متغطيه بالخوخ المفروض. تعالوا نشوف. بصوا هي دي مش كريمي كده، هي ايه، زي ما تكون عارفين الايس كريم اللي بيتعمل فيه تلج شويه ده، او زي السموذي التلج الكلام ده، هي عامله كده. بس طعم الخوخ بصراحه مش ظاهر فيها قوي، على خفيف قوي. طعم الفانيليا هو اللي باين، بس هي منعشه لو عايز حاجه في الصيف بقى متلجه وكده. في بقى فرايداي بالتوت، ودي حقيقة انا بحبها، بحب طعم التوت من فرايداي، بيعملوه مش الطعم الصناعي اللي بتاع الدواء ده، فانا بحبه من عندهم. هي فانيليا، ايس كريم فانيليا عادي، وعلى الوش فيه صوص توت. دي انا بحبها، دي حلوه. في بقى اللي بالبطيخ، فرايداي بطيخ، عاملين شكلها على شكل شريحه بطيخ. تعالوا نشوف هيطلع طعمها بطيخ ولا ايه. هي حصل لها ايه، تشوه شويه من التخزين اكيد، بس هي المفروض ان هي على شكل شريحه بطيخ، ودي الحته الخضراء بتاعته، ودي الاحمر، وفيها حتت من جوه، دي مش عارفه، دي اكيد شوكولاته البذر المفروض. فتعالوا ندوق. بسم الله. بصوا هي ايه، هي طعمها لذيذ، بس برضو طعم البطيخ مش ظاهر قوي فيها، بس هي لذيذه وكريميه مش تلج، وفيها انتعاش برضو كده، بس طعم البطيخ مش ظاهر. بس ادوق الحته الخضراء، نفس الطعم. فهي كبطيخ بطيخ يعني من بعيد برضو زي الخوخ كده، بس هي في المجمل حلوه لذيذه. نيجي لاخر حاجه بقى. فرايداي عملت كنافه بيستاشيو، يعني مش كنافه، مش بيستاشيو بس زي اللي جربناه الستيكي اللي قبل كده، لا، ده كنافه بالبيستاشيو وب 15 جنيه. التاني كان ب20. هتعالوا ندوق ونشوف هيطلع كنافه بيستاشيو بجد ولا اسم. بصوا يا جماعه،
اللي فوق ده لون اخضر، مش عارفه باين لكم اخضر ولا لا، بس هو اخضر هادي يعني، هو اخضر على خفيف كده. وفي قطع كنافه، شايفين دي قطع كنافه، المفروض دي الكنافه بقى. تعالوا ندوقها من جوه نشوف عامله ايه. فيها قرمشه من الكنافه، لسه بتقرمش، وطعم البيستاشيو اللي من بره ده على الهادي برضو زي التانية اللي جربناها كده، مش بيستاشيو قوي، ومن جوه ايس كريم فانيليا. مش عارفه في حاجه، انا شايفه في حاجه جوه، استنوا كده. في جوه زي كراميل، مش متاكده. صوص كراميل من جوه، في صوص كراميل. بصوا هي ايه، الطبقه الخارجيه هي اللي فيها صوص بيستاشيو وكنافه، يعني هي الحته اللي فوق دي، من جوه ايس كريم فانيليا عادي بتاعهم اللي احنا عارفينه الحلو برضه يعني. طب هي من تحت عامله ايه؟ شوكولاته، حلو، لذيذه لذيذه وحلوه. اللي مستني بيستاشيو قوي برضو يعني ايه، ما يخليش توقعاته تفوق الحدود. بيستاشيو على الهادي كده من على الوش، بس ب 15 جنيه، حلو جدا. هو عامه انا عجبتني كل الحاجه، مفيش حاجه ما عجبتنيش، بس هي في اطعم ضعيفه شويه واطعم قويه. يعني المانجايه دي حلوه، المانجايه دي طعمها ظاهر انها مانجا زبديه فعلا حلوه. البطيخ والخوخ على بعيد شويه بس منعشين. ودي لذيذه، طعم التوت فيها حلو، مش هيضايقك. ودي كمان ايه لذيذه لو عايز تاكل حاجه بالبيستاشيو على قد تمنها. اسعارهم اغلى حاجه النهارده موجوده معانا اللي ب 15 جنيه. بس دي كانت المنتجات اللي انا جبتها من فرايداي المره دي. اتمنى طبعا ايه يزودوا لنا حاجات تانية اكتر بكتير. اللي عجبني اكتر حاجه دي، وقلت لكم المانجايه. المرات الجايه لو لقيت حاجه تانية اكيد هجربها معاكم. يلا باي.